السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. يوم جديد ووصفة جديدة، وحيت كلشي كيحمق على قلب اللوز في رمضان جبت لكم النسخة الصحية اللي هكذا ناقصة من الكربوهيدرات وما فيهاش العسل. اهم حاجة ان هذه وصفة صحية تعوضوا بها هكذا بالنسبة للبنات اللي غادي يتشهاو وهما دايرين الحمية. اكيد ملي كنقولوا وصفة صحية ما كيعنيش انك تاكلي كمية كبيرة. كذلك هذا قلب اللوز هذا كيجي من اروع ما يكون. التقنيه ديالو كتخليه يجي مرمل من الداخل وزوين، كيجي حبه لختها. اهم حاجه انكم تتبعوا الفيديو من الاول للاخير باش كتشوفوا يعني الوصفه والتفاصيل ديالها باش تنجح معكم. وبسم الله على بركه الله غادي نبداو. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تردوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. غادي نحتاجو هنا السميد اللي يكون متوسط. كيف ما كتعرفوا حنايا عندنا في المغرب هو اللي كنفوروه باش نديرو الصفه. هذا هو السميد المتوسط. كيف ما شفتوا القوام ديالو كيفاش داير. هنا غادي نحمرو، كتحمرو حتى كيرجع اللون ديالو بحال الرمله، كيرجع هكذا مذهب وزوين. واهم حاجه انكم تحمروه لان هاد الوصفه هذه اللذه ديالها كاينه في هاد التحميصه ديال السميد. بالنسبه لهاد الوصفه هذه الناس اللي ما دايرينش الريجيم، الا تبعتي هاد المكونات كيف ما هي وعسلتيها عادي بالعسل غادي تعطيك واحد قلب اللوز عمرك دقتيه في حياتك. غادي ندير 2 كيلات ديال السميد، غادي نزيد عليهم كيلة ديال اللوز اللي مزوله له القشره محمر ومطحون في الهشوار باش كيكون بحال حبيبات الكسكس. ضروري ما يكونش مطحون باودر، يكون بحال حبيبات الكسكس باش هكا كيجينا بحال الحبيبات ديال السميد. غادي نزيد 4 ديال المعالق ديال السكر التمر. راه كنت وجدته معكم في فيديوهات سابقه، غير التمر اليابس كتحمروه في الفران اولا غير كتنشفوه وكطحنوه. هنا زدت قبصه ديال الملحه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راها قليله في الكربوهيدرات لاننا دخلنا فيها ديك الكيله ديال المكسرات باش ما تكونش غير عجينه في عجينه، تكون هكذا صحيه في نفس الوقت. هنا كنخلطهم مزيان باش كامل الحبيبات يتخلطوا مع بعضهم. وبالنسبه للناس اللي عندهم مرض السكري ممكن انكم تعوضوا سكر التمر بسيرو ديغاب بستيفيا اللي توفر عندكم، راها كتجي زوينه. هنا كناخذ كيله ديال الزبده مذوبه يعني حتى رجعت نوازيط. الناس اللي ما بغاوش يديروا الزبده نوازيط يديروا كيله ديال السمن، يعني كل وحده على حسب الاختيار ديالها. وكنحاول انني نحل هذاك السميد مع المكسرات بهذيك الزبده حتى كيتلبسوا مزيان. غير الريحه اللي كتطلع منها قبل ما طيب راه كتجي غزاله ما شاء الله. صافي كنحرك مزيان، ضروري تلبسوا كامل هذيك الحبيبات بديك الزبده ولا السمن. كيف ما قلت لكم الا درتوا الزبده ديروها نوازيط طيبوها حتى كيتبخر داك الحليب، والا درتوا السمن غير سخنوه وزيدوه. صافي هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. غادي ندوز دابا كناخذ كيله نتاع ما زهر. بالنسبه للكيله فهي المكيال اللي كتعبروا به، يعني الا بديتي الوصفه ديالك تعبري بكاس فكتكملي بالكاس، الا بديتي بغرفيه تكملي بالغرفيه، وهكذا. كنرش بحال الا كنرش الكسكسو، يعني كيف ما كتشوفوا نرش ونحلو بهذا الشكل هذا. وهاد الخطوه هذه من الاحسن انا ملي كنديرها في الليل وكنخليها كتبات باش كيتشربوا دوك الحبيبات كيتحلوا ويتنفخوا في نفس الوقت. راها كتجي زوينه. الا كنتو مجروبين بها خليوها واحد الساعتين هكذا ترطب في هذاك الماء الزهر وتتحل. من بعد ما كدوز هذيك الساعتين اولا ليله كامله كل وحده على حسب الوقت اللي عندها كتحلوها بحال غادي تحلوا الكسكسو. نتوما كتشوفوا كتحاولوا انكم تحلوها. راه ما كتكونش معجنه، يعني الا تعجنت لك في هذه المرحله هذه عرفي ان السميد ماشي سميد زوين، وعرفي ان الوصفه غادي تفشل. يعني هي من تجي تاكليها كيخصك تحسي بدوك الحبيبات مفرزين، ما كتحسيش بهم معجنين. هانتوما كتشوفوا كنحل فيها بصبيعاتي بكل سهوله. هنايا انا راه مخلياها غير ساعتين، والا كان عندكم نتوما الوقت، انا من كيكون عندي الوقت وما ما كنكونش يعني غنصورها كنخليها ليله كامله. هذا هو القوام اللي كتحصلوا عليه. من بعد كتحسوا انهم شربوا كامل داك الماء، كتلقاو غير اليدام في يدكم، ما كاينش الماء نهائيا. غادي ندوز غادي نعجنها باش نطيبها. كندير لها كيله اخرى ديال الماء وكنحركها غير بصبيعاتي خفا زربا، ما نعجن فيها ما ندلك ما والو، يعني هانتوما غير كنجمعها ما تعجنوهاش. يعني السر ديالها انها تبقى هكذاك مفرزه. كتاخذوا اللاطه، انا اللاطه ديالي فيها 25 على 30 وغادي ندير فيها هاد الكميه هذه. هانتوما كتشوفوا اللاطه دهنتها بالزبده مزيان.
غادي نستخدم غير نص ديالها لان هذه راه فيها 50 كبيره، خدمت غير ب 30 على 25 هانتوما كتشوفوا. كنحاول انني نوزعها، ما نضغطش، يعني ما كتكبسوهاش، كتحاولوا انكم غير كتوزعوها. من بعد كتحاولوا انكم تقادوا لها الوجه ديالها بحال تشيز كاك، بحال المهم جميع السيدات المغاربيات، سواء مغربيات سواء جزائريات سواء تونسيات، قلب اللوز راها ما كتخفاش عليهم كيفاش يوجدوها. انا غير حاولت انني نعطيكم هكا واحد النسخه اللي صحيه، اللي اعتمدتها انا في واحد الفتره في الريجيم ديالي. بالنسبه لهذه يعني سعراتها قليله، وحتى الناس زعما هكا اللي كيخافوا من السكريات واخا ما عندهم حتى شي نوع من الامراض، راها وصفه اللي مناسبه باش هكا كتحاولي تتفاداي انك تطيحي في ديك كثره السكريات. هنا كنطاليها من بعد ما كندير لها ديك لاسباتول الماء باش الوجه ديالها كيجي ملس. ما رانيش نضغط، راني غير كنسوي الوجه. كناخذ السكين كنطراسيها، سواء بغيتوها مربعات كبيره ولا صغيره، المهم التقطيعه كتبقى حسب الرغبه. كنزينها باللوزه في الوسط، وكنخليها ترتاح شويه قبل ما ندخلها للفران، تقريبا واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه على حسب الوقت اللي عندكم. بالنسبه للفران راه كنسخنو مزيان على 180، وكنخفض درجه الحراره ل 160، وكندخلها كنخليها كطيب 30 دقيقه. هاد الوصفه هذه صدقوني راها زوينه بزاف للناس اللي بغاو هكا قلب اللوز صحي. اما الناس اللي بغاو يجي قلب اللوز على حقه وطريقه، قلب اللوز اللي كتاكلوه في المحلات وهداك الشيء، عسلوها بشربات عادي او لا عسيله، راها كتجي يعني نفس القوام ديال قلب اللوز العادي. غير فاش كتعسلوها بهاد التعسيله اللي غادي ندير لكم، كتجي خفيفه، كتجي زوينه، وفي نفس الوقت صحيه. هذا ما كان. في الكاسرول غادي ندير كيله ديال الماء، غادي نزيد عليها كيله ديال الحليب بودره، وغادي نزيد عليها ملعقه ديال الزبده حيوانيه، كنزيد كذلك ملعقه ديال العسل الحر. بالنسبه كيف ما قلت لكم المرضى السكري، العسل الحر غادي تعوضيه بسيرو ديغاب ولا سيرو داغاف، ولا تعوضيه بستيفيا، المهم نتوما على حساب الاختيار ديالكم. وحتى فاش تجيو تاخذوا هذيك القطعه ديال قلب اللوز، ما كتاخديش كميه كبيره، لان ما تنسايش ان السميد او النشويات اون جينيرال راه كيتحولوا لسكر. الحليب فيه اللاكتوز حتى هو كيتحول لسكر. يعني راه واخا كنقولوا صحيه، يعني صحيه للاصحاء باش ما كيطيحوش في امراض مزمنه، ولكن بالنسبه للناس اللي مرض يحاولوا ياخذوا الحذر ديالهم من اي حاجه. هنا كتحاولوا طيبوه 15 دقيقه حتى كيرجع بهذا القوام هذا، غير بحال الكريم اونغليز، ما كيكونش ثقيل، خصو يكون خفيف باش هكذا كيدخل لك في قلب اللوز. هانتوما كتشوفوا القوام كيفاش داير، خفيف بحال الكريم اونغليز، ماشي ثقيل، ماشي حليب مركز اللي ثقيل. السيدات اللي بغاو يخدموا بنيستلي كياخذوا ديك العلبه وكيخفوها بالماء وكيغليوها ويخليوها تبرد. هنا قلب اللوز خرج من الفران سخون، وبالنسبه لهداك الشراب اللي غنسقيو به يكون بارد، كندخلوها نرجعوها للفران مطفي ونخليوها حتى كتبرد فيه. بعد ما كتشرب مزيان كتقدموها بالصحه والراحه، ونتمنى انها تكون عوضاتكم على قلب اللوز الاصلي. تهلاو فراسكم بزاف، ما تنسونيش بجام.